ما تنساش الاشتراك معانا عشان توصلك كل أخبار الأهلي ومنتخب مصر أولاً بأول. منتخب مصر الأول لكرة القدم اتأهل رسمياً لدور ال16 في كأس أفريقيا 2025 بالمغرب بعد ما جمع 7 نقاط كاملة من المجموعات، ويستعد لمواجهة منتخب بنين في مباراة خروج مغلوب. موعد المباراة الاثنين 5 يناير 2026 الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار أغادير في المغرب. مصر بتلعب المباراة بقوة وطموح كبير بعد تصدر المجموعة ب7 نقاط من فوزين وتعادل. القنوات الناقلة بي إن سبورتس الناقل الرسمي لكل مباريات أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة لقنوات أرضية مفتوحة في بعض الدول زي القناة الجزائرية الأرضية اللي هتنقل اللقاء مجاناً في بعض المناطق. السجل التاريخي بين منتخب مصر وبنين. المواجهة دي مش الأولى، الفراعنة ليهم تفوق تاريخي في 4 مواجهات سابقة من غير أي هزيمة. المباراة كلها أطوار وتصفيات دور ال16. لو كسبنا الطريق مفتوح لدور ال8 والكل شغال على حلم نجمة 5. اكتب في الكومنت أهلي فوز مصر بنين وادينا توقعك بهدف مين هيسجل. المدرب حسام حسن استقر على تشكيل قوي لاستعادة الزخم بعد دور المجموعات. التشكيل المتوقع كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، صمام أمان الفراعنة. خط الدفاع محمد هاني، ظهير أيمن بخبرة هجومية ودفاعية. رامي ربيعة، قائد دفاع صلب. ياسر إبراهيم، توازن في قلب الدفاع. محمد حمدي، لاعب دفاع ورقة تكتيكية. خط الوسط حمدي فتحي، التحكم في إيقاع اللعب. مروان عطية، قوة وسط ميدان. أحمد مصطفى زيزو، لمسة فنية وربط اللعب. خط الهجوم محمد صلاح، القالد والتهديف، أخطر سلاح. عمر مرموش، سرعة واختراق. محمود حسن تريزيجي، صناعة الفرص والضغط على الدفاعات. دي التشكيل الأساسية المتوقعة حسب استقرار الجهاز الفني، وده بيشمل عودة أساسية لعناصر القوة بعد الاعتماد على البدلاء في مباراة أنجولا الأخيرة. التشكيل ده بيدي مصر توازن دفاعي قوي، سرعة في الأطراف، خطورة هجومية من صلاح وتريزيجيه ومرموش. الجمهور متحمس جدا. السؤال بقى، هل التشكيل ده كفاية لعبور بنين ولا حسام حسن هيعمل مفاجآت؟ السباق بدأ والتحدي مستمر. ما تنساش الاشتراك معانا عشان توصلك كل أخبار الأهلي ومنتخب مصر أولاً بأول. منتخب مصر الأول لكرة القدم اتأهل رسمياً لدور ال16 في كأس أفريقيا 2025 بالمغرب